تفقهوا في دينه وتعاليمه السمعة، الذين أفنوا أوقاتهم في حفظ كلام ربنا عز وجل حتى من الله عليهم بإتمامه، فهنيئا لهم هذا الشرف والسمو، وهنيئا لمن كان لهم مساندا أو مشجعا. ولإخواننا الذين يحملون شهادات في مجالات شتى في العلوم الدنيوية، إن شهاداتكم مع ما ترتقي بكم في الحياة إلى أسمى المراتب وأعلاها، فهي في مجال الثواب والحسنات واليوم الآخر أيضا. فإن الواحد منكم إذا أخلص نية لله في تعلم هذه العلوم لرفعة الإسلام والنهوض به وخدمة لوطنه وكفافه، كان ذلك بما يجري به الله الأجر والثواب. أيها الحفاظ والخريجون، نهنئكم من القلب على ما وصلتم له، وسعادتنا بكم لا توصف، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد، ونريد بكم إكمال مسيرة العلم وعدم الوقوف حتى تصلوا إلى أعلى القمم، فهنيئا لكم ووفقكم الله. أيها الآباء، إن حتى الأبناء وتوجيههم إلى ما ينفعهم مسؤوليتكم، الله في حقهم على العلم وطلبه في أي مجال يرغبونه، ومساندتهم وتشجيعهم، فإن الأمة مسادة العلم، وهو من تمام البر بالأبناء، كما أوصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أبناء قبيلتنا، رسالتنا تحقيق العبودية في صلة الرحم والرقي بالقبيلة إلى ما ينفع أبنائنا ويخدم ديننا الحاضر والأجيال من ورائنا، متمثلا بأهدافنا من وحدة الكلمة والتعاون على البر والتقوى، وبرؤيتنا أن كل فرد من القبيلة هو ابن بار ومواطن صالح يخدم دينه ووطنه ومجتمعه. ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وحضوركم شرف لقبيلتنا، فنحن لسنا وحدنا في وطننا الغالي، فبكم وبنا وبجميع أبناء هذا الوطن يعم الخير وينتشر الأمن، إذ نحن تمسكنا بالدين وأخلصنا العمل في إعمار الأرض وخدمة وطننا بكل ما نملك من مقومات سخرها الله لنا على أيدي ولاة أمورنا حفظهم الله. الإخوة الداعمون، نقبضكم على ما أحباكم الله به من روح المبادرة لدعم مناشط قبيلتكم بكل طاقة وجهد، فعسى الله أن يجعل ذلك قربة له ويكتبه في ميزان حسناتكم. أيها الكرام، حفلنا هذا بذلت فيه الأوقات والجهود الدؤوبة المتواصلة من أبناء القبيلة كافة حتى يخرج بأبهى حلة وأكمل صورة. هذا وقد سبق أن كان هناك جهود في إخراج عمل جماعي لأبناء القبيلة أثمر في ذوق وحب، وهو الكتيب الذي بين أيديكم، فالشكر والثناء وصول لكل من ساهم معنا بفكرة أو رأي أو جهد ليكتمل العمل، فبارك الله فيكم ورفع درجاتكم. نسأل الله وحده سبحانه أن يكون عونا لنا ولكم على الطاعات والتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، ما كان لهذا الحفل أن يقوم بعد توفيق الله بدون جهود بذلت ودعم متواصل معنويا وماديا، وكان للآخرين نصيب أكبر من رجال مخلصين لقبيلتهم أبوا إلا أن يدعموا أي نشاط يخدم قبيلتهم. عسى الله أن يبارك لهم فيما آتاهم ويرزقهم من فضله الواسع. كلمة داعمين يلقيها نيابة عن
حفلنا الكريم، لكم منا تحية يكفها الإسلام وجعل عنوانها السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أتقدم باسم الداعين لهذا الحفل بالشكر الجزيل للشباب المنظم لهذا الحفل وصاحب هذه الفكرة التي ترجمت معنى ما نصل إليه من أبيات ملموسة على أرض الواقع، فشكرا لهم ولجهودهم الطيبة. كما أشكر من حضر من أبناء القبيلة ليشارك بالتسجيل وتريهم فرحتهم، والشكر موصول إلى ضيوفنا الأعزاء الذين أتوا ليشاركون فرحتنا في تقبل ثلة من أبنائنا الذين رسموا لمستقبلهم وخططوا له أبهر الطرق ليسيروا عليها بخطواتها. كما يسرنا أيضا أن نبارك لجميع الخريجين وأتمنى لهم دوام التقدم والاجتهاد، سائلا الله أن ينفع بهم دنيا ودين. وأوصيكم بتقوى الله أولا في السر والعلن، وأن تتحروا العدل والمساواة في شتى الأمور الموكلة إليكم، راضين بذلك بعد ما تفضل به وطن الغالي. فالوطن قصيدة شعر في ديوان القوم، وهو نجمة مضيئة لكل بحار مسافر. الوطن هو الاتجاهات الأربعة لكل من يطلب اتجاهه. الوطن هو السند لمن لا دار له. مملكتنا وطننا عظيم، حق علينا الحب والإخلاص له. أخيرا أقول حينما يكون الحديث عن الوطن لا تستطيع وصف ذلك بالحب بمجرد الكلمات والمشاعر. فباسمي وباسم اخوان الداعمين لهذا الحفل نتقدم بتسجيل الشكر وعظيم الامتنان والعفاف للجميع، كما لا يسعنا الا ان نرفع القبعات لاولئك كله الذين حملوا على عاتقهم مسؤوليه البناء والاعداد. فلكم منا عظيم شكرنا وجزيل امتناننا. وفق الله الجميع بما فيه مصلحه هذا البلد المحترم بظل قيادتنا الكريمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أبناؤنا حفظوا كتاب الله ويثبتوه مع ما يختلفهم من فرح وسعادة لما من الله به عليهم. أحبوا أن يشاركونا بهذه الكلمة عنهم الأستاذ محمد جمعة العمراني. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى الذي بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. ناهيك بهذا شرفا وفضلا وحسبك به جلاء ونبلا، فالعلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلام وقوة الأبدان من الضعف. به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد، وبه يوحد. وأصلي وأسلم على أزكى البشرية وخير البرية وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عليه الصلاة والسلام:
من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. أيها الحضور الكرام، نرحب بكم باسم الخريجين أجمل ترحيب في ليلة العلم والعلماء وساعة الإنجاز والإعجاز. الزمان يضبط المكان والليل يباهي النهار في هذا العصر